لو انت عايز تلعب عرضيات، طيب انت عندك دلوقتي زيزو، انا حاسس ان هو كان محشور حشر في قلب الملعب في الشوط الاول. ليه؟ لان انت واخد مكانه اللي هو بيبدع فيه شويه بطاهر. في لقطه حصلت في الشوط الاول يمكن قبل الجون الاول للاهلي ما يجي، كان كابتن وائل جمعه كان بيكلم عن موته وبيقول له لازم، احنا بنعتقد ان كابتن وائل جمعه كان بيكلمه على زيزو ان هو لازم ينقل او يشفت نفسه للطرف. طب كابتن حسين عموته هو ليه زيزو موجود في العمق؟ انا بصراحه مش لاقي سبب. زيزو لعيب بدنيا قوي وكل حاجه ويقدر يرتد ويقدر يدافع ويقدر يشارك شويه في بناء الهجمه، بس زيزو اهم ميزه فيه هي العرضيات. ويمكن انا بالنسبه لي برضو شويه زيزو مش من نوعيه الاجنحه المفضله بالنسبه لي قوي، مش هصنفه زي طاهر، بس على الاقل هو لو مش هيعدي في واحد على واحد هو هيعمل لك عرضيه. لو انت عندك مهاجم حقيقي او لعيبه بتعرف تلعب بدماغها كويس جدا هينفذ ده بشكل فوق الممتاز. وده اللي حصل. انت بمجرد ما زيزو ابتدى ان هو يتنقل للطرف شفنا عرضيات متقنه اكتر واكتر. دي حاجه.